يا مساء الفل عليكم. اتمنى الجميع يكون بخير و2026 تبقى سنة جميلة ظريفة، سنة النجاحات ان شاء الله والانجازات كلها. النهارده من وجهة نظر العبد لله هقول لك على اهم 10 صفات لازم يكونوا فيك اذا كنت عايز تبقى شخص ناجح. فنستنى كده الناس تجمع عشان نعرف نتكلم شوية. انا بقالي فترة ما عملتش لايف، كنت مشغول جدا جدا والله. وكمان اخر لايف عملته كنت في الرياض، وكلها كام يوم ان شاء الله ورايح الرياض تاني، فمضغوط جدا. بس النهارده كده لقيت وقت وقلت ايه ادردش معاكم شويه. بس اهم حاجه حد ياكد لي الصوت تمام، اهم حاجه عندي الصوت تكونوا سامعيني كويس. ها مين هياكد لنا؟ انا ممكن اتاكد انا من هنا. جميله ظريفه. الصوت تمام صح؟ الصوت تمام؟ اجمع. يا مساء الفل عليك يا ابو حمزه. ممكن يا جماعه اي حد في اللايف دلوقتي يكتب لي كده في كومنت اكتر صفه واحده شايفها في الناس الناجحه؟ صفه واحده من وجهه نظرك هي اهم صفه في النجاح، ايه رايك؟ نستفيد من بعض كلنا. ايه اكتر حاجه مشتركه بين كل الناس الناجحه من وجهه نظرك انت؟ يعني الناس ناجحه باشكال مختلفه وكل واحد بينجح بطريقته، بس اكيد في صفات مشتركه. يعني اكيد الناس الناجحه دي في حاجه كده تلاقيها فيها كلهم. من وجهه نظرك انت ايه؟ انا عن نفسي انا هتكلم في 10 نقط. 10 نقط هم الاهم من وجهه نظري في اي حد ناجح. انا هتكلم النهارده في ال10 نقط دول، وبعدين اي حد فيكم عنده سؤال اقدر اساعده بيه او اجاوبه عليه، مش هتاخر عنه. الانضباط والالتزام عظيم جدا جدا. زميلتنا بتقول الانضباط والالتزام. انا من وجهة نظري ان الانضباط والالتزام اهم 100 مرة مما يسمى بالابداع. الانضباط والالتزام بيولد على المدى الطويل خبرة وبيولد ابداع. انا ما احبش شخص مبدع وعشوائي ومش منضبط، انا احب شخص منضبط ملتزم، احترافيته بتزيد، كفاءته بتزيد مع الوقت، خبراته بتزيد مع الوقت. اهم 100 مرة عندي من شخص بيدعي انه فاهم في كل حاجة وبيعرف كل حاجة بس عايز يشتغل بعشوائية وبمزاجه. انا من المدرسة دي جدا يعني. واثق في نفسه. الثقة بالنفس دي انا بعتبرها يا زميلنا احمد تمثل اكتر من 50% من النجاح. اصل هقول لك على حاجة، انت عارف الناس بتشوفك ازاي؟ الناس دايما بتشوفك زي ما انت شايف نفسك. يعني لو انسان، انا اسف يعني في اللي هقوله، بس انسان شايف نفسه منحط مثلا او ندل مثلا، الناس هتشوفه حلو ليه؟ واحد شايف نفسه كويس وبيحترم نفسه، الناس ما تحترموش ليه؟ وخلي بالك ان الحاجات دي بتتنقل من غير ما نقول. يعني الانسان الواثق بنفسه هو عدى اصلا يعني 50% من المطلوب منه. طب واثق في نفسي ازاي؟ احترم نفسك. يعني مش احترم نفسك صوتش، يعني اعمل فاليو لنفسك، قيمه لنفسك، ما تخافش من حد، ما تخافش من حاجه. بص في عين الناس وانت بتكلمهم، خلي صوتك واضح، خلي لغه جسدك واضحه، تمكن من الموضوع اللي انت بتتكلم فيه. اتكلم بناء على فهم، اعرف امتى تتكلم وامتى تسكت. كل الحاجات دي بتشكل عندك ثقه بالنفس عاليه جدا. فالثقه بالنفس بصراحه هي مش اوبشن، لان الناس عمرها ما تثق في كفاءه شخص غير واثق في نفسه. واحد يقول لي بس الكفاءه غير الثقه بالنفس، صح عندك حق، بس اللي بيعكس الكفاءه الثقه بالنفس اللي انت بتبيعها. فمهما كنت اشطر واحد في الدنيا ومش مبين للناس ثقتك بنفسك باللي بتعمله، هم مش هيثقوا في كفاءتك رغم ان انت شاطر. فانت لازم تكون مؤمن بنفسك وباللي بتعمله وواثق فيه، عشان الناس تبص لك بصه اللي واثق في نفسه فيثقوا فيك هم كمان. محدش يا جماعه يحب يتبع ناس مهزوزه او ناس خايفه. فالثقه بالنفس انا في وجهه نظري برضو من الحاجات المهمه جدا.
تعال نشوف بقيه زمايلنا قالوا ايه قبل ما نتكلم. يعني الجرأة والمثابرة والالتزام. الجرأة لازم اي شخص ناجح تلاقي عنده حد ادنى من الجرأة، لازم. مستحيل تلاقيه خواف، مستحيل تلاقيه قاعد يحسب خطوات ومش عايز ياخد قرارات وخايف ياخد اكشن وعمال يفكر جوه نفسه وعنده اوفر ثينكينج. الناس دي ناجحه بس حد بسيط قوي من النجاح. لكن الناس الناجحه اللي بتعتبر ناجحه لازم يكون عدى بليفل كده من الريسك والجرأه، والا ما كانش بقى ناجح. اللي ساب وظيفته وفتح مشروع بيحلم بيه، واللي كمل وكان عنده مثابره في عز ظروف صعبه جدا. فالنجاح محتاج جزء منه جرأة. ما حقيقي. ايه تاني نفسي يبقى عندي في حياتي اعملها ازاي؟ انا مش عارف اللي قبلها ايه، بس هي واضح انها تكمله لحاجه. مبدع. والله زي ما عبد الله بيقول، المبدع حلو، الابداع جميل، بس الابداع لازم معاه انضباط والالتزام. يعني انا هقول لك، اديك مثال صغير مثلا. يعني اصل موضوع الموهبه والاجتهاد والكلام ده كله الناس اتخانقت عليه كتير، واللي يقول لك الشخص الموهوب والشخص المبدع. انا يا سيدي الفاضل بمنتهى البساطه، اتنين اتولدوا صغيرين بيعرفوا يلعبوا كوره. واحد فيهم محترف جدا بسم الله ما شاء الله عليه، وهو عنده 6 سنين باين كده بيلعب قدام البيت بالكره الشراب دي، وبيلعب مع اصحابه، وشكله يعني هيبقى بذره مشروع جامد جدا يعني. وواحد تاني متواضع في لعبه او متوسط في لعبه. الاول ما عندوش انضباط، ما عندوش استمراريه، ما طورش من مهارته، ما كملش، ما سافرش بلاد علشان يروح نوادي ويتمرمط ويروح ويجي في الصيف والاجازه. التاني كان بيعمل كده. فرص نجاح مين اكبر؟ فرص نجاح التاني. الانضباط والالتزام والاستمراريه على المدى الطويل بيحموا الابداع، وبيحموا الموهبه، وبينموها وبيكبروها. حتى لو كانت موجوده بحد بسيط جدا تكبر وتبقى قد كده. على العكس، عدم الانضباط وعدم الاستمراريه بيقتلوا الموهبه حتى لو كانت موجوده. ايه يعني انت لعيب محترف بس ما ساعدش ناحيه هدفك؟ يعني ايه يعني بتعرف تمثل وعمرك ما جريت ورا حلمك؟ ايه يعني بتعرف تغني وعمرك ما وصلت للليفل البروفيشنال في الغنى؟ ايه يعني انت استاذ واقف قدام الناس بس ما بتطلعش تقف قدام الناس؟ هتموت مع الوقت، هتخاف. فانا دايما من مدرسه الانضباط والاستمراريه. تعال نشوف كلام بقيه زمايلنا بيقولوا ايه. منور يا حبيب قلبي. حسين باشا، عم مجال الفاينانس في الوطن العربي، صديقي وراجل بحبه جدا جدا. مستر حسين عبد الرحمن عنده طريقه في البرزنتيشن انا بعشقها. والله العظيم راجل يدخل قلبك من الثانيه الاولى. يعني اللي متابعه فيكم يا جماعه عارف اللي انا بقوله ده. يعني مستر حسين من احسن الناس الخبراء اللي تتكلم في مجال الفاينانس والماليات والحسابات، وعنده برزنتيشن سكيلز. يعني انا مش عارف، بسم الله ما شاء الله عليك. ربنا يحميك يا صاحبي ويوفقك دايما. وضوح الرؤيه حاجه مهمه جدا جدا. الناس الناجحه تحس انها شايفه المستقبل ومخططه له من قبل ما يجي ومستنياه، مش الدنيا بتلعب بيهم، لا هو عارف خطواته، شايف نهايه السنه، شايف نهايه 3 سنين، حاطط خطه واضحه. فعنده الرؤيه وبيبص دايما لخطط بعيده وطويله المدى، مش بيبص على قد تحت رجليه الدنيا عامله ازاي. الشخص الناجح مسؤول. برافو كلمه زميلنا محمد انس. الشخص الناجح مسؤول قدام نفسه قبل ما يكون قدام المجتمع. ما بيطبقش اللي على هواه واللي على مزاجه، بيمشي عكس نفسيته محتاجه تلعب، بس هو قارص على نفسه عشان قاعد عنده تاسك عايز يعمله. مسؤوليه. وانا دايما بشوف الابداع في التخطيط والمسؤوليه في التنفيذ. وانت بتخطط خليك مزاجنجي كده، قاعد ماسك قهوتك وشايك وقاعد تقول 2026 هنعمل فيها ايه ونفكر فيها في ايه. براحتك يا باشا خالص، خلي مزاجك يسوق دلوقتي. بس وقت ما تحط الخطه وهتقعد عليها تشتغل، انتهى المزاج. بقى في انضباط، في التزام، في مسؤوليه، في تنفيذ. نيره، اشكرك يا نيره سكيل زون. نيره رقم 2 في سكيل زون، دايما بقول لها رقم 2، هي عارفه. اهم شيء من وجهه نظر التعليم المستمر. علي جنيدي، برافو عليك. صفه من صفات الناس الناجحه ان هم دايما بيتطوروا، عمرك ما تلاقيه واقف مكانه. يعني لو جبت تاريخه خلال 5 سنين 10 سنين تلاقيه طول الوقت بيتطور، وبيتطور قدام عينيك. يعني هات تاريخه كده لو قدام عينيك هتبص تلاقيه خد مراحل، وكانه شخص مختلف، وكانه
في كل مرحله وفي كل وقت بيتفوق على نفسه، بيتفوق على نفسه. يعني هو شايف نفسه واقف فين وبيكمل وبيتطور وبيبقى احسن، كل يوم بيكتسب مهارات جديده، كل يوم بيحب يعرف عن مجال جديد. فالتعليم المستمر ده والتطوير ده حاجه مهمه جدا جدا. مبادر، صح. انا بشوف ان الشخص الناجح عنده حد من المبادره مهم جدا. مش لازم يمشي ورا المجتمع، ورا الناس، ورا الدنيا، ورا اللي هم عاوزينه هو يعمله. لا، هو شايف عاوز يعمل ايه، هو عارف هو عاوز يعمل ايه، يمشي عكس العادات وعكس التقاليد وعكس الدنيا. انا واحد من الناس اتقال لي في مدار حياتي سنين كتير قوي ما تعملش دي، وتبقى مجنون لو عملتها، وتبقى مجنون لو ضحيت بالسالري ده ومشيت، وتبقى مجنون لو سافرت وسبت مش عارف البلد، وتبقى مجنون لو رجعت، وتبقى مجنون لو سبت كل كليات مصر واخترت دي. ناس كانت بتقول لي كده طول عمري. برضه في الاخر خالص انا ما بستناش حد يزقني على حاجه، انا مقرر، عارف كويس انا عاوز ايه، بتحمل مسؤوليه قراري. توفيق ربنا بيبقى معايا الحمد لله في معظم الوقت، هو الحمد لله. فصعب قوي تلاقي واحد ناجح وفولور لكل حاجه، يعني فولور لكل اصحابه، فولور لكل زمايله، فولور لكل المجتمع. هيبقى ناجح ليه؟ هيتميز ليه؟ هيبقى ليه شكل ليه؟ فدي صفه انا بعتبرها برضو من الصفات المهمه جدا جدا. مسؤوله ومبادر قلناها. هل ينفع ادفع كل ما املك في استثمار؟ طيب خلينا هجاوب الاسئله دلوقتي يا ابو العلا. ماشي، سؤال حلو وهجاوبه لك قبل ما نخلص ان شاء الله. احنا دلوقتي مركزين مع الناس الناجحه بتعمل ايه. باشا ما شاء الله عليك، لازم اقف عند الكومنت بتاعك شويه يا اسامه. اسامه مثال حي للمقوله اللي بتقول لك العمل الصداقه التي تنشا من العمل افضل من العمل الذي ينشا عن صداقه. واحد تصاحبه من بعد ما اشتغلت معاه او الشغل كان سبب معرفتكم ببعض احسن 100 مره من صديقك لو هتعمل معاه بيزنس. ده بالنسبه لي اسامه واحد من الناس دي. اسامه حد انا اتشرف ان انا اشتغلت مديره 5 سنين، انسان والله انا بضرب بيه المثل لغايه دلوقتي في النجاح. بمناسبه النجاح انا مش عايز الناس تحسدك بقى، بس يعني ايه، ما تزعلش مني بقى. يعني اقسم بالله كميه انسيستنس واصرار وبريزيستنس وطموح وشعله حماس لا يمكن تكون موجوده في ناس كتير موجوده في الراجل ده. انا اشتغلت مديره 5 سنين وعارف اقول لك ايه، انسان عنده، عارف انت النوع اللي هو يعني بيجز على اسنانه لو حاجه مش جايه او مش عامله من نفسه، مش مستني مدير يضغط عليه ولا مستني ان حد خالص، هو من نفسه عايز يعمل احسن حاجه حتى لو كانت يعني المقابل بتاعها خلاص انت عديت يا عم، اقف ايه، لا مكمل. اسامه انسان انا اتشرف ان انا اشتغلت مديره في يوم من الايام. والله يا اسامه انا بضرب بيك المثل لغايه النهارده في كل تريننج بديه للشباب على شخص اسمه اسامه استلم ظروف عامله ازاي وماشيه ازاي ووصل بيها لفين. انسان فعلا ينضرب بيه المثل ورول ميدل محترم جدا جدا. وطبعا الكلام ده كله كان في السعوديه ما بين 2015 ل 2020 في الفتره دي، وانا مدير شركه دوكريه في السعوديه. عايز اقول لك بابا كان بيقول الشغل ده مش هيجي فيه والحمد لله نجحت فيه عشان انا كنت واثق في نفسي. عايز اقول لك مستمره. هاجر برافو عليكي. بص يا هاجر هقول لك على حاجه، الاجيال كل جيل سبق للاسف بيحاول يفرض وصايه على الجيل اللي بعده بدافع الخوف عليه، مش بدافع وحش على فكره، هو بدافع الخوف عليه. يعني انا والدي الله يرحمه وانا في ثالثه ثانوي فضل جنب دماغي على حاجه واحده، انا كنت جايب كل كليات مصر، لازم تدخل طب، لازم تدخل طب. هو عايز يشوفني دكتور، هي امنيته كده، هو نفسه كده، مش بيكرهني، بيحبني جدا. بس اتكرر بعد 5 سنين بعد ما اتخرجت من صيدله يقول لي لازم تقبل وظيفه الحكومه. وانا رفضت وظيفه الحكومه اول ما جات لي، شكرا تكليف، لا شكرا لغيته. الفكره ان هو عايز يشوفني استقرار الحكومه وثبات الحكومه في جيله وفي عصره وفي زمنه، هي دي الحياه. فهو خايف على ابنه فطبيعي بينصحه. انا مشيت عكسه. عايز اقول لك بعد 3 4 سنين ايه، بعد سنه واحده بس من شغلي كان بيقول لي انت صح، انت طلعت صح. فاتعود يا جماعه ان في ناس كتير خايفه عليك وحواليك وبينصحوك من دافع الخوف عليك. ده مش معناه انك تستجيب ليهم، اقنعهم بوجهه نظرك، كمل في طريقك، وريهم نجاحك. اقسم بالله اول ناس هيسقفوا لك، اول ناس هيقولوا لك انت كنت صح، اول ناس هيقولوا لك برافو. ف ما تكرههمش لان هم بيكلموك في الصح برضو، مش ضدك، بس ما تستسلمش ليهم برضو. يا جماعه انا في فتره من الفترات
يعني كنت مدير شركه في مصر في 2013، وكنت بقى ديستريكت مانجر في شركه ودنيتي حلوه يعني، ومعايا عربيه ووضعي المالي كويس وحياتي مستقره وجميله يعني. خدت قرار ان انا اخد ريسك من الاول وجديد في بلد جديده اللي هي السعوديه، وشنطيت على كتفي ومسافر. 50,000 صوت طلع جنبي قال اللي انت بتعمله ده غلط، محدش بيضحي، مش عارف ايه. يا جماعه اصبروا، يا جماعه سيبوني اعمل اللي انا عاوزه، يا جماعه بكره تشوفوا. عاوز اقول لك اول ناس كانت بتسقف، ولما رجعت وجيت ارجع كان مرتبي الحمد لله برده كويس، برده ناس تقول لك انت غبي ليه يا عم، حد يضحي بده كله ويرجع؟ مصر فيها وفيها وفيها. يا عم انا عندي بلان، انا عندي تصور، انا عندي حلم عايز اعمله، انت مش شايفه بس انا شايفه. فكنت مراهن الناس هناك ان انا هنزل مصر ابدا فيها في بروجكت جديد من الزيرو، وهيبقى وضعي 1 2 3 4. قد يكون والله اللي انا فيه دلوقتي بعد 5 سنين من الموضوع ده، قد يكونوا هم شايفين ده وشاهدين عليه، لان منهم اللي كتير بيتواصل معايا دلوقتي وعارفين كويس ويقولوا لي انت كنت صح. ليه؟ انا مش كنتش نازل مثلا مضحي بمبلغ كبير ولا سالري كبير وانا نازل عشوائي وتايه، او نازل الدنيا تلطش فيا. لا، انا عارف ان انا هبدا بمستوى كذا وابدا بكذا واقعد كذا، وبعد سنه 2 3 الموضوع اكيوميليتيف، فربنا يكرم بكذا. فدلوقتي الحمد لله الناس شاهد على نجاحي. والله اعلم ال5 سنين اللي جايين فيهم ايه، جايز يكون فيهم تهور جايز. اتفرج يعني اتفرج. فدي برضو من الحاجات المهمه جدا جدا. دكتورنا مجال سيلز ريب في السعوديه كويس لشخص عنده خبره في مصر. المجال كويس لو هنقيس السعوديه على المستوى المادي وعلى المستوى اللايف ستايل كويس. الخبره اللي اخدتها في مصر هتنفعك كويس جدا جدا. بس هو للاسف انا ليا كومنت صغير مش عارف اقوله في لايف ولا ما اقولوش بصراحه يعني مزعلني والله. ايه بقى الكومنت اللي مزعلني؟ وعمرنا ورزقنا كلنا على الله. يا جماعه ما تبقاش راجل عندك خبره في مصر، ويعني راجل بروفيشنال وراجل سكيلفul، وقابلك في السعوديه ولا في الرياض بتدور على اي حاجه والسلام. مش قيمتك ان انت تاخد تلت سالري الناس بتاخده. مش قيمتك. انت بتبوظ السوق على مين؟ يعني انت لما يبقى الناس بتاخد سي مثلا يعني $100، انت راح تقبل ب$10 ليه؟ هي مش قصه تشتغل وخلاص. عمر السفر ما كان غايه، السفر في الاخر خالص وسيله، هو مش غايه. وسيله تحقق فيها استقرار معيشي وامان وظيفي ومرتب كويس وسيفنج قرشين ترجع بيهم. مفيش داعي ابدا. يعني مش عايز استفيد كتير في الموضوع ده، بس الناس اللي ظالمه نفسها وبتدور على شغل في السعوديه، دوروا يا جماعه على شغل يناسبكم ويناسب خبرتكم، وبلاش تنزلوا قوي في المستوى للدرجه اللي بتضرك وبتضر الناس القديمه. اللهم قد بلغت. طيب من ضمن صفات الناس الناجحه، ما حدش فيكم قال مثلا الوقت. انا بعتبر ان اكتر من اكتر صفات الناس الناجحه انها عارفه قيمه الوقت جدا. انا عايز اقول لكم يا جماعه الوقت ده والله العظيم انا بفتح بيجي لي ميموري على الفيسبوك لمطعم كلت فيه مع واحد صاحبي امبارح، والله بتيجي الميموري. الكلام ده كان من 3 سنين، من 3 سنين. مش عارف انا اللي عجزت ولا ايه. انا عندي ان شاء الله كمان 5 ايام يبقى عندي 41 سنه. ابص على الميموري واقعد اضحك. ازاي 3 سنين؟ 3 سنين دول عدوا ازاي؟ احنا كنا في المطعم ده امبارح، انا فاكر ان هو مفيش من كام شهر يعني. 3 سنين عدوا، والاقي مواقف تانية طالعه لي من 7 سنين، والاقي موقف 5 سنين، وموقف لسه امبارح. الوقت في الزمن اللي احنا فيه ده بقى اهم منتج ممكن الناس تحارب بعضها علشان تاخده منك وتسرقه منك. وقتك لو انشغل في كلام كتير من غير ما تبقى فاهم قيمه الوقت بتاعك، انت بتضيع نفسك. واحد من اهم رؤوس الاموال اللي في ايدك دلوقتي والموارد اللي معاك والريسورسز اللي معاك هو يومك، هي ساعتك، هو شهرك، هو سنتك. انت عملت فيها انجاز ايه؟ ولو ما انتبهتش السنه ورا السنه، التكنولوجيا خلت كل حاجه بقت سريعه جدا جدا، فبقى الوقت مهدر بشكل كبير، مهدر بشكل. يا جماعه انت بتدخل تسكرول على حاجه الساعه بتضيع كده زي سلام عليكم. هل انت شخصيه
سايبه نفسها ووقتها يتسرق من كل اللي عاوز يسرقه؟ سايب كل البلاتفورمز تاكل في الوقت بتاعك زي ما هي عاوزه؟ ولا انت بتحدد؟ انا النهارده ما اشتغلتش خالص. انا عملت 9 انترفيوهات لناس عايزه تشتغل في السعوديه. انا ماسك كونسلتنت لشركه في السعوديه، فبعمل لها انترفيوهات، مقابل 9 وعامل ميتنج وعامل لايف. ده اليوم اللي انا ما اشتغلتش فيه النهارده. ده اليوم كده اللي ضايع يعني. ليه بقى؟ انا من النوع اللي هو لو عاوز يسكرول هيدخل يسكرول بليميتد تايم، هدخل اشوف العالم بيحصل فيه ايه، بس مش اكتر من كده. ماليش انا في الفضول بتاع الناس بصراحه، اللي هو بلاقي فضول كده في التفاهات زياده عن اللزوم قوي. وبقعد اسال نفسي هي ليه الناس يعني بيحصل لها كده في موضوع الوقت ده؟ يعني ليه الناس بتتسرق في وقتها يا جماعه؟ هل بقى يقدموا لك اللقمه السهله واللي شكلها حلو اللي تخطف وقتك فانت بتنسق؟ ولا هل فضولك كبني ادم انك تجيب اخر كل حاجه؟ ولا هل فراغ مش لاقي تشغل وقتك بحاجه مفيده فبيضطر يضيع منك في كلام فاضي؟ واحد من ضمن صفات الناس الناجحه انه عارف يحط وقته في ايه ويعمل بيه ايه فيطلع بيه انتاجيه وبرودكتيفيتي عامله ازاي. عداد كل حاجه في الدنيا بتقف الا عقرب الساعات. العداد ماشي هيعدي عليك شهر، استفدت؟ اتعلمت حاجه جديده؟ طورت؟ خدت خطوه زياده؟ ولا متساب؟ بس انا بفرح على الناحيه الثانيه. طب انا اقول لكم على حاجه. طب والله انا كان عندي كورس اونلاين بديه لمجموعه من المديرين يوم ماتش مصر، وكان يمكن 60% او 70% من الموجودين مصريين. انا بعت الميعاد وانا مش واخد بالي ان ده يوم ماتش مصر، كان اول ماتش في البطوله، كان يوم 2. وبعد ما بعت الميعاد قاعد مستني ان الناس تبعت تقول يا دكتور في ماتش، يا دكتور اجل الميعاد. انا كنت عامله من 8 ل 11 والماتش كان من اعتقد من 9 ل 11 او من 10 ل 12. الماتش بيتداخل مع السيشن ده، كان سيشن في المانجمنت. والله العظيم فضلت مستني ان حد يقول الكلمه دي، ما حد قال كده خالص. قلت يبقى الناس مش هتحضر وهيقول هنسمعه مسجل بعد كده. دخلت السيشن لقيت كل الناس حاضره. والله فرحت جدا جدا. قلت قد كده يا جماعه الناس ماتيور، عادي الماتش يرجع نشوفه في مسجل اخر اليوم، لكن السيشن لا. ففرحت بصراحه، لقيت ناس تحترم جدا. فانا بعتبر ان الوقت ده من الاسلحه المهمه جدا والخطيره جدا لاي حد عايز ينجح، اللي هو سلاح الوقت. مش سايب نفسه للناس تاكل في وقته. طب انت تسهل على حياتك في الوقت ازاي؟ يا عم انا واحد من الناس، انا ماشي بحاجتين في حياتي، جوجل كالندر وماي تاسك، الاثنين بتوع جوجل، بحط فيهم كل اللي انا عاوزه. والله لو وريتكم الشكل، مش عارف اوريكم يعني هتلاقي كده حاجه غريبه جدا لاي شهر مثلا في حياتي. بص المنظر، بص الالوان، كل حاجه بلونها. حتى التيم اللي معايا اي حاجه في تاسك عندنا في الشغل بتاعي بيسقطوه في الكالندر. انا ما اعرفش امشي من غير كالندر، ما اعرفش امشي من غير ما اشوف الشهر الجاي واللي بعده وميعاده من كام لكام وهكذا. ليه؟ علشان انا لو ما عملتش كده، طب انا هقول لك على حاجه. انا شخصيا ليا اصحابي وناس اعرفها في تايتلز كبيره في شركات، اقسم بالله بيدور على الحاجه اللي هتتعمل قد الوقت اللي هتتعمل فيه. يعني كان عندنا ايه ونقعد ندور يمين شمال واجنده ايه ومش عارف ايه. يا عم في الحياه بسيطه، استخدم يا عم التكنولوجي، سخر الوقت. الحاجه الثانيه، صباح كل يوم ما يجيش عليك الا ما تبقى في اليوم اللي قبله عارف بكره هتعمل ايه. يعني انا بعد ما اخلص لايف معاكم النهارده الروتين اليومي بتاعي، هتلاقي طالب دلوقتي شويه قهوه وماسك الكالندر بتاعت بكره، بقول بكره عندي كذا من كذا لكذا، وعندي كذا من كذا لكذا، بعديها سيشن كذا، بعديها تصوير كذا، بعديها اعمل كذا، بعديها مش عارف ايه. خلاص اتس اوكي، كل الحاجات دي جاهزه وتمام. حاجه ناقصه طب كملها دلوقتي عشان ما تحتاجهاش بكره. انا حياتي على كده. الاسبوع اللي جاي لو سالتني، الاسبوع اللي جاي، الشهر اللي جاي، السنه اللي جاي، هتلاقي كل حاجه في الكالندر طالما حاجه ليها وقت وليها ميعاد. اتعلمت ان انا انظم الاولويات كمان بتاعه التاسك، عارف امتى اقول ده يتعمل وعارف امتى اقول ده اعمل له سكادول وسيبه شويه مش وقته. فانا بصراحه شايف الناس الناجحه الوقت عندها مهم جدا. شايف كمان الناس الناجحه ما هياش منحازه او بايزد، يعني مش ناس متساقه قوي بمشاعرها، مش ناس مشاعرها بتتحكم فيها يوم فوق ويوم تحت، عنده ايموشنال اماتيوريتي بيقولوا،
لا، هو ايموشنال ماتيور وبيتحكم في عواطفه ومشاعره كويس قوي، وما بيبقاش بايزد في الحكم على الامور والناس. يعني بايزد يعني ايه؟ يعني واحد منحاز. يعني اديك مثال مثلا، يعني اشهر مثال للبايزد كونفرميشن بايز. تلاقي مدير في شركه قرر يرفد واحد، وماشي وراه يدور على اي غلطه تثبت ان وجهه نظره هو كمدير صح، وان الشخص ده لا يصلح. عمره ما سأل نفسه سؤال منطقي وطبيعي، هو الشخص ده فعلا قيمته صح ولا يصلح، ولا انت كارهه؟ انت كارهه. انت من الاول واخد قرارك، انت بتدور على ما يثبت ان وجهة نظرك صح. دي حاجة بيسموها كونفirmation بايز. يعني ايه كونفirmation بايز؟ انك منحاز لافكار انت مكونها من الاول فعايز تثبتها. احساس سيكولوجيكال على فكرة، واحساس نفسي. لا، الناس الناجحة مش كده. الناس الناجحة عنده ليفل من الماتيوريتي تخليه يقول والله أسامة بينصح شريف، وأسامة عنده حق، أنا مش متضايق، الإيجو بتاعي مش نايح عليا، هو الراجل ده عايز مصلحتي فعلا وبيقول لي كده عشان أظبط الحتة دي عندي، مش عيب. خليني موضوعي في تفكيري. في حاجة بشوفها برضو من صفات الناس الناجحة. بالنسبة للإنجليزي يا صديقي، أنا مفيش كلمة قلتها إنجليزي لما بقول قدام عربي بالمناسبة، بس خلي الناس اللي بتحب برضو تعرف المصطلحات تعرفها. يعني أنا ما عنديش مشكلة خالص. يعني أنا قلت إيه دلوقتي؟ قلت بايز، قلت قدام انحياز. ما قلت كونفirmation بايز، قلت عنده أفكار مسبقة عن الحاجة فعاوز ياخد قرار، هي ترجمتها كده. فالفكرة إن أنا عاوز أوصل للناس المعنيين. إنما الإنجليزي مش حرام، يعني هو مصطلحات موجودة في البيزنس، يعني في العمل. من صفات الناس الناجحة ان هي تبقى برو اكتف مش ري اكتف. يعني ايه برو اكتف مش ري اكتف؟ الانسان البرو اكتف ده سابق المشاكل بشوية. يعني حتى لو مشكلة ظهرت صغيرة او احتمال تحصل، بيبدأ يتعامل معاها على ان هي حاجة سيريس قبل ما تكبر وتبقى قد كده. الانسان اللي مش قوي في حته النجاح دي تلاقيه رياكتيف. يعني ايه رياكتيف؟ يعني تحصل الحاجه يبقى هو رد فعل، تحصل حاجه يبقى هو رد فعل، تحصل حاجه يبقى هو رد فعل، عايش طول عمره رياكتيف او رد فعل. لا، الانسان الناجح مش كده. الانسان الناجح سابق المشاكل بشويه ومتوقعها قبل ما تيجي وقاعد مستنيها كمان. في صفه بعتبرها من صفات الناس الناجحه مهمه جدا، اسمها سلو بات شور. يمشي بطيء وياخد النجاح سلمه سلمه وخطوه خطوه، ومش مستعجل عليه، احسن ما يطلع بسرعه وهوب يروح نازل تاني. اكسب كل يوم ارضيه قد كده. امشي على منطق سلو بات شور. امشي زي السلحفه، تمشي بطيئه 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 بس عارفه هي رايحه فين وهتوصل امتى. ما تجيش تطلع جامب مره واحده في فنكوش وبعد كده تنكشف حقيقتك او ما يكونش عندك استعداد لده فهوب تنهار تاني. خلي بالك من ده مهم جدا. وده بيحصل في الشركات بالمناسبه. يعني الشركه النهارده لو عندها مثلا منتج يكفي 100 فرد، فنجحت بقوا مليون فرد تاني يوم، ولا عنده كاستمر سيرفيس يقدر يحل مشاكل، ولا عنده عدد من الموظفين يعرف يستحمل ده، ولا عنده مصنع يعرف ينتج الكميات دي، الشركه تنهار على طول، تقف. فانسى فكره النجاح السريع وامشي على قاعده النجاح بيجي خطوه بخطوه، وكل خطوه لها استعداداتها، فما تتسرعش الله يخليك في النجاح. لان النجاح السريع مش معناه ابدا الاستمراريه. اما النجاح اللي هو خطوه بخطوه وكل خطوه معمول حسابها كويس، ده نجاح منطقي جدا والانهيار فيه صعب. من صفات الناس الناجحه تعمل في لا سيستم كارثه ابدا. بص يا سيدي الفاضل، العمل في السيستم السيء افضل من العمل في النو سيستم او اللا سيستم. خدها نصيحه من اخوك. العمل، يعني انا مستعد ان اشتغل في شركه عندها سيستم غبي، مستعد متقبل. اسمه سيستم غبي هشتكي منه، لكن ما عنديش استعداد اشتغل في شركه ما عندهاش اصلا سيستم. فالسيستم السيء افضل من العشوائيه المطلقه. اخلق لنفسك سيستم مهما كنت
في حياتك اخلق لنفسك سيستم روتيني حتى لو مش احسن حاجه، افضل بكتير من العيش في العشوائيه واللا سيستم. اللا سيستم ده بيعمل حاله من الانسرتينتي او اللي هي الضبابيه، اللي ما بيخليكش تعرف اصلا تفكر او تعرف تاخد قرار او تعرف تنجح. تشتكي من شركتك عشان فيها سيستم وحش؟ تعال نشيله خالص كده وشوف ايه اللي هيحصل. لا، السيستم الوحش في يوم من الايام هيبقى حلو، لكن اللا سيستم ده دمار للكل. فانا بشوف دايما ان الناس الناجحه بتحب تعمل في سيستم، وسيستم واضح جدا ليها، عارف هيطور نفسه ازاي، عارف هياخد خطوات ايه، عارف هيعمل ايه، قاعد مفكر ومخطط لنفسه. نيجي بقى للنقطه الخطيره جدا للناس الناجحه. يعني الناس الناجحه اسوأ قرار عندها هو اللا قرار. اسوأ قرار عنده هو اللا قرار، فهو مستعد ياخد اي قرار ولا انه يقعد في اللا قرار. انا بقول الفلسفه النهارده، انا مستعد اجازف بقرار مدروس رغم صعوبته، ولا ان انا اقعد في اللا قرار. اللا قرار ده مش هيوصل لحاجه. المجازفه والقرار حتى لو ما طلعش على الصح حاجه بعد كده، فخبره التجربه وان انت تعالجها وتاخد كوريكتيف اكشن وتكمل فيها افضل 100 مره من القعده في اللا قرار. اللا قرار بقى ده متمثل في تسويف، متمثل في انا مش جاهز، متمثل في انك عمال تسال كل الناس اللي حواليك، متمثل في الاوفر ثينكينج، متمثل في المماطله مع نفسك، متمثل في حاجات كتير. بس انت الحقيقه ان انت خايف تبدا، خايف تاخد الخطوه، واللي بيخاف ما بينجحش. لا، اعقلها وتوكل. احسب حساباتك كويس، واذا كنت قادر تدفع الضريبه ادفعها وكمل. طب واحد يجي يقول لي بس ده ممكن يطلع قرار غلط. ما هو احسن من اللا قرار. ما هو اللا قرار ده مش مفيد لحد. جرب القرار الغلط. انا بقول لك يعني بص، هو كل واحد بيكلمك من منظوره، انا بكلمك من منظوري. انا في الحياه قراراتي مع نفسي انا كشريف ديكتاتوريه من الدرجه الاولى. مع نفسي انا، دي حاجه تخصني، انا ديكتاتور جدا مع نفسي. يعني انا مش لازم اخد راي كل العالم عشان اكون فكره عن حاجه. انا بتحمل مسؤوليه حالي. انا باخد راي ناس، بس اعمل بيها او ما اعملش بيها برضو براحتي. اللي شغالين معايا عارفين الكلام ده. يعني انا اسمع راي سيادتك، والله لو نور في دماغي وحبيته اتحمل مسؤوليته واقول اوكي. ما نورش معايا وما اقنعنيش اقول لا، مش هعمله. اجي حاجه شايفها فيها امل وفيها بتاع، استشير اهل الخبره في الموضوع دوت، لمجرد ان انا يفتح لي باب، يفتح لي مجال، جايز يقنعني. بس اذا ما اقتنعتش بكلامهم ما بمشيش وراهم. يعني بكلم ناس اهل خبره في موضوع معين، يا جماعه انا عايز اعمل الموضوع الفلاني، لا 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 لا، اوعى تعمل كده، اوعى مش عارف ايه، ده احنا تجربتنا في الموضوع ده كانت سيئه جدا، ده احنا. هو بينقل لي منظوره يا جماعه، بينقل لي تجربته، بستوضح منه وبفهمه، وبفهم لا ان المشكله هنا غير هنا، فاقول يا شريف كمل اللي انت عاوز تكمله، بس استفيد بقى من خطأه واستفيد من خطأ غيره. هي دي الحياه يا جماعه. الناس الناجحه مش شايله حموله تقيله وهي ماشيه على ظهرها اسمها الماضي. حموله سيئه جدا، شنطه تقيله بايخه على ظهر الناس اسمها الماضي. اصلي كنت دي يا جماعه كانت امبارح. الماضي ده، انا نصيحتي ليك خد من الماضي اللي ينفع تكمل بيه في المستقبل. كنت قاعد مع التيم بتاعي من كام يوم وبنتفلسف على بعض كلنا، وبنتكلم عن السعاده وازاي الانسان يوصل للسعاده. انا بشوف ان الانسان اصلا مش المفروض يبحث عن السعاده. الانسان لا يملك في حياته كلها، عنده فيلل، عنده قصور، عنده عربيات، لا يملك في حياته الا اللحظه الحاليه اللي هو قاعد فيها دلوقتي. المكان والزمان. انا دلوقتي قاعد في كافيه بتكلم معاكم، ده مكاني وده توقيتي الساعه 12 الا تلت توقيت القاهره. ده لحظتي. انا ما املكش في الحياه اكتر منها. لا املك امبارح هعمل فيه ايه، ولا املك بكره اعرف يحصل فيه ايه. ده اللي انا اعرفه. بكره ده اخطط له، ولما يجي وقته ولحظته اعيشه. الانسان اللي عنده 3 قصور هيعيش في واحد، اللي عنده 7 عربيات هيركب واحده.
واحد يقول لي ما هيبدل فيهم، يا عم هيبدل برضه في اللحظه، يركب واحده، ما تضايقش معايا المثال. يعني انا اقصد اقول لك انت تملك ايه من الحياه؟ انت تملك لحظه. الماضي ده راح مشي، في مآسي، في ذكريات مؤلمه جدا، في حاجات وحشه جدا، وفي لحظات انكسار، وفي لحظات ضعف، وفي محاولات فشل وتخبط، وفي حاجات كتير. انا عاوزك تاخد من الماضي ما يناسبك تكمل بيه للمستقبل، غير كده اردم لحظتها وراحت، خلينا في النهارده. ولا تقعد تشيل هم بكره وقلق بكره وتوتر بكره، لانك لا تملكه. انت تملك، البني ادم لا يملك الا اللحظه. عشان كده الباحثين عن السعاده لن يجدوها. عارف ليه لن يجدوها؟ لانه باحث يعني رايح يدور. هي السعاده ما ينفعش تدور عليها، هي السعاده ينفع تلاقيها دلوقتي حالا، تمسكها في لحظتها. سعادتك دلوقتي انك تقعد مع الناس اللي بتحبك تتكلم معاهم، افتح كاميرتك اقعد تتكلم معاهم. سعادتك دلوقتي انك تحقق انجاز في شغلك، اقعد اعمل انجاز في شغلك، دي لحظتك. سعادتك دلوقتي في انك تودي الناس وتعمل صله ارحام، قوم اعمل كده. سعادتك. انما ايه اللي مخليك تقعد مع ناس ما بتحبهاش؟ يعني ايه اللي يخليك تقعد مضطر تقعد في قعده انت مش حاببها مثلا؟ ايه اللي مخليك مستحمل وضع انت مش حابه؟ ايه اللي مخليك فاتح الكاميرا بتاعتك بتتكلم مع ناس وانت مش حابب؟ ليه؟ انت لا تملك من حياتك، لان العمر ما هو الا شويه لحظات فوق بعضها، غير اللحظه الحاليه اللي انت قاعد فيها. قاعد في بيتك مع بناتك، دي لحظتك. قاعد في شغلك، ده لحظتك. قاعد على الكافيه دلوقتي، ده لحظتك. اقفش بقى يا باشا في اللحظه. اذا كنت عايز تعيش مبسوط، هتدور على الماضي مش هتلاقي فيه سعاده. هتبحث عن السعاده في اللي جاي، مش هتلاقيها، لانها مش في اللي جاي، هي في دلوقتي. الناس الناجحه ما بتشيلش اعباء الماضي وتقطم وسطها بالتفكير المؤلم في الذكريات العنيفه بتاعت زمان. بيفكر في هو دلوقتي واقف فين، امكانياته ايه، يطورها ازاي، علشان عاوز يروح فين، ويتوكل على الله ويمشي. فانا بشوف من صفات الناس الناجحه الحته دي. الناس الناجحه دايما عندها منطق انها بتعرف تصاحب نفسها. بيقعد مع نفسه يكلم نفسه زي ما يكون صاحب نفسه. بيعرف يحاسب نفسه، بيعرف يطلع منها احسن ما فيها، بيعرف يحفز نفسه. مش مستني واحد يجي كلمتين يقول له قوم اتحرك اعمل اشتغل طور نفسك واعمل اللي مش عارف ايه. انا بقول لنفسي الكلام ده. انا مش مستنيك يا عم شريف تيجي تقول لي. انا اقعد مع نفسي، انا اقول يا نفسي ناقصك ايه علشان تنجحي؟ يا نفسك عايزه ايه عشان تتحركي؟ يا نفسك ايه اللي المفروض تعمليه؟ يا نفسك ايه اللي بيفرحك؟ يا نفسي ايه اللي بيستفزك وبيزعلك عشان تبعدي عنه؟ صاحبوا نفسكم يا جماعه، صاحبوا نفسكم وحبوا نفسكم. اللي ما بيعرفش يحب نفسه ما يعرفش يحب حد، والله ما يعرف يحب حد. نفسك دي اولى حد تصاحبه، تقعد معاه، تتكلم معاه، تعرف نقط قوته، تعرف نقط ضعفه، تعرف اللي بيفرحها، تعرف اللي بيزعلها، تعرف نقط ضعفها اللي المفروض تشتغل عليها، تعرف متطلباتها، تعرف هي ازاي بتحاربك احيانا وتبقى عايزاك تتكاسل وتعمل. افهم نفسك، ادي وقت لنفسك. اخر حاجه بشوفها دايما للناس الناجحه، الناس الناجحه ناس عازمه على النجاح، determined. بتحط الهدف وتسعى بكل ما تمتلك من قوه على تحقيقه. ما بيوقفهاش حاجه. الحاجه الوحيده اللي تمنعها عن حلمها هو الموت فقط لا غير. اي حاجه غير الموت يتخطاها ويعديها. الناس قالت له مش في المعادله، ناس بتشده لورا مش في حساباته، عنده ويكنس بوينت مش معطلاه، شغال عليها. انا عازم ان انا اوصل للمحطه دي في الوقت ده، مفيش حاجه توقفني. مش تايه، هو عارف هو عاوز ايه وعنده خطه للوصول ليها، ويمضي فيها سعيا بكل قوته علشان يوصل للنقطه دي. واحد يجي يقول لي ايوه بس هو كده ضامن يوصل. لا مش ضامن يوصل. ما هي دي المغامره بقى بتاعت حلاوه الدنيا على فكره. يعني بيعمل كل ده وهو عارف انه ممكن ما يوصلش عادي. يعني هو تخيل انت ان ضريبه النجاح ايه؟ انك تفشل وتتقبل الفشل، وان يبقى عندك استعداد انك تفشل وتقف تاني على رجلك. يعني انا مش بقول لك اعمل كده عشان تلاقي بكره مردود، لا عادي جدا. انت ممكن تعمل كل ده وما تنجحش. تقبل يا سيدي الفاضل انك من دلوقتي عليك ان تسعى
وليس عليك ادراك النجاح. يعني انا هعمل كل ده وممكن في الاخر خالص ما انجحش. ايوه ممكن. طب انا مش عامل، خلاص مالكش فرصه معانا. طب انا هعمل، اعمل، احتمال تنجح واحتمال لا. طب انا امشي وراك سنه كامله وممكن ما انجحش. هي دي الضريبه، انك لازم تاخد الريسك، ما عندكش اوبشنز تاني. مش عايز تحسن وضعك، عايز تحسن وضعك المادي والاجتماعي وتوري الناس نجاحك وتوري نفسك نجاحك. هي دي الضريبه، انك تقوم من الحته اللي انت قاعد فيها مخطط كويس لمحطات توصل لها، بتسعى عليها بكل قوتك، ومفيش اي ضمان للنجاح غير ان ربك وعدك بكده، وربك وعده صدق، ان قال لك هيكافئك لما بتسعى وهيكافئك لما بتسعى، مش هينساك، ما تخافش. فعشان كده اي حاجه هتعملها في الدنيا مش مغلفه بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى والبركه بتاعته وانه كاتب لك فيها النجاح، عمرها ما هتنجح. واذا ربنا ما اختارلكش النجاح بعد مجهود وتعب، اوعى تزعل منه. هو ادرى، هو عارف اللي فيه شر وفيه خير. منعه ممكن يكون خير، تاجيله لمكافئتك خير، تاجيله ممكن يكون اختبار بالصبر، وممكن يكون عايل لك نجاح قد كده انت ما تعرفوش. سيبه، بس مش هتحاسبه، ده ربك. دول اكتر حاجات طبعا في حاجات كتير قوي للناس الناجحه. وعلى فكره انا عايز اقول لك على حاجه، يعني انا مش بكلمك من منطلق راجل ناجح ولا ناجح بقى وراجل يعني جاي يقول لك انجح ازاي ان انا ناجح. يا عم انا بقول لك اللي انا بعمله. انا على فكره اقول لك على حاجه، انا والله ما بقيم نفسي انسان ناجح، وبقيم نفسي انسان ما حققش 20% من طموحاته، وبقيم نفسي على ان انا لسه مشواري طويل قوي، وبقيم نفسي على ان انا هموت قبل ما احقق اللي انا عاوزه من احلامي، ومتقبل وبسعى. اوعى تكون فاكر ان انا بكلمك لا سمح الله بنظر عليك، ولا من منطلق واحد قدوه ليك، ولا واحد ناجح بينقل لك تجربته خالص خالص. مفيش نجاح مطلق يا سيدي الفاضل، ولازم نقتنع بكده كلنا. مفيش حاجه، النجاح ده حاجه ريلاتيف، يعني حاجه نسبيه جدا. مفيش حاجه اسمها بني ادم ناجح في مجاله. النجاح ده مش حاجه مطلقه، النجاح ده حاجه نسبيه. يعني كل واحد بياخد حيز كده من النجاح بيكتبه له ربنا مع سعيه ومع مجهوده. فانا مش بكلمك من المنطلق ده، انا والله بكلمك من منطلق اللي امنت بيه من وانا عندي 5 6 سنين، واللي مشيت بسعى بيه في كل قوتي، واللي كان بيخليني اتميز وانا طالب واطلع الاول على المدرسه، واللي كان بيخليني اتعمد ان انا اغير الواقع بتاعي لواقع افضل في كل مرحله عمريه عديت بيها، واللي كان بيخليني اكمل وعندي اصرار وعندي كونسيستنسي، واللي خلاني اشوف مؤشرات نجاح مش نجاح انعكست عليا بفضل الله اجتماعيا وماديا، من شركه لشركه لشركه في وضع افضل، لترينر الحمد لله لينا كونكشن وعلاقات ب7 دول، لعدد الاف المتدربين اللي بيجوا لنا يدرسوا معانا وبيدونا فيدباك قوي جدا، لفرحتي بيهم في جروب الكوميونتي. احنا لنا جروب سري كده بنقعد عليه كل شهر نتكلم فيه في توبك معين. يعني بلاقي فيدباك، يعني بلاقي فيدباك يقول ان الحمد لله ان في نسبه نجاح كويسه الحمد لله، فضل من الله. بس مش راضي، مش راضي. طموح، كمل طريقك وما تخليش اي حاجه في الدنيا تعطلك. ما كانش متخطط النهارده والله اللايف ده، والله فعلا ما كان متخطط له، غير ان انا حسيت ان انا بعيد بقالي فتره طويله مشغول، فقلت النهارده بقى افتح معاكم، واللي يجي على بالي معاكم اتكلم فيه، فجه الموضوع ده. واحد زميلنا بيقول لك انا عندي 25 سنه والمفروض اكون بعمل ايه في السن ده؟ قولا واحدا، المفروض تكون بتتعلم. والله يعني بتجيب الحد الادنى من متطلبات الحياه في وظيفه محترمه، والعشرينات سن اكتسب فيه خبره على قد ما تقدر، مش سن المجازفات بتاعت نوعيه اللي هو تعالى افتح برايفت بيزنس وتعالى مش عارف ايه والربح السريع. سن الخبره، خد خبره، اقعد مع ناس بتفهم، خلي عندك مدير بيفهم، اشتغل مع شركه بتفهم، اكتسب خبرات حلوه، علشان يا احمد يا حسن يوم ما تعلن عن نفسك. هو بيتكلم 19 سنه اللي المفروض اتعلمها في السن ده لحد 25. انا اسف، انا قريت ان السن 25. ده انت اتعلم اكتر، اتعلم اكتر واكتر. من 20 ل 30 سن يا جماعه سن تعلم، اتعلم. مفيش سن احسن فيه في الدنيا من انك تاخد خبرات الحياه فيه العشرينات، وجازف وجرب.
مفيش تجربه في العشرينات بتضر، كلها مزايا، حتى لو فشلت بتديك خبره، بس ما تجازفش يعني لغايه ما تتسجن يعني. جازف في الحد الادنى من المجازفه، اللي هو يخليك تجرب حاجات بسيطه، يخليك تجرب خبرات، يخليك تجرب شركات، خد كورسات، طور نفسك، ابدا اعرف ميولك واتجاهاتك واعمل اورينتيشن وتوجه لنفسك. انا بحب دي وبحب دي وبحب دي. ما تستعجلش قوي على الفلتريشن ده، سيب نفسك هي تروح نفسها اللي هي عاوزاه. يوم ما تحط كويس هدف كويس وتبقى عارف انت عاوز ايه، هو اللحظه اللي هتبدا فيها تشتغل عليها بكل قوتك علشان توصل للنجاح بتاعك. انا تداركت ده على فكره. انت عندك 19 سنه انا عارف، انا تداركت ده، وبقول لك ما بين ال 20 وال 30 اتعلم واتعلم. انا ما اعرفش مجال دراستك ايه، لكن ارجوك لا تتجاهل حاجتين في الزمن اللي احنا فيهم ده. لا تتجاهل التكنولوجي بكل انواعها واشكالها، اتعلمها كويس جدا مهما كان مجالك، سواء كنت طبيب، مهندس، صيدلي، محاسب، مدرس، ايا كان. لا تتجاهل في الزمن اللي احنا فيه ده التكنولوجي، والاخطر واهم منها كمان سوفت سكيلز، كوميونيكيشن، التواصل، الليدرشيب، الايموشنال انتليجنس، الحاجات اللي هي بقت تدي البني ادمين تول، البيرسونال براندنج. اتقن الحاجات دي لانك هتحتاجها. فده نصيحتي ليك يعني. كيف يمكنني فصل فلوس البيزنس وفلوس العيش؟ مصطفى. بص يا مصطفى، انت لو عندك برايفت بيزنس افصل تماما كومبليتلي وخد مرتب لنفسك. انا واحد من الناس اللي مرتبي في شركتي على فكره، باخد مرتب في شركتي ادارتي، رغم ان انا الاونر الوحيد، انا فاوندر واونر ما عنديش شركاء، بس ليا مرتب. ليه؟ ما ينفعش حسابات الشركه تدخل في حسابات المعيشه، قاعده كده في البيزنس يعني. فانت باشا ده له حساب وده له حساب، وبتستلف وبتسلف ولا انك تقرب من حسابات الشركه، دي شركه. فلو انت عندك برايفت بيزنس تقصد خلي حسابات البنك بتاعت الشركه غير حساباتك الشخصيه، واعمل لنفسك مرتب كصاحب عمل بتدير الشركه مثلا، فليك مرتب اداره بتاعك اللي بيكفيك، وابعد وافصل الاثنين عن بعض. هاشم عايز ياخد كورس في الاداره. مش بس هاشم بقى، مش هكلمك عن نفسي بقى يعني. انت عارف يا هاشم، انت لو هتاخد كورس اداره اول حد تفكر فيه تاخد عنده الكورس ده انا بفضل الله، لسبب بسيط جدا قد كده. اولا الاداره عندنا زي كل كورساتنا بنديها بخبره عمليه مش بكلام نظري، ده رقم واحد. رقم اتنين، الاداره عندنا مش بلاننج وتخطيط ولا فوركاستنج ولا تحليل ولا كوتشنج ولا فن الليدرشيب ولا هو ازاي تعمل انترفيو. هو كل ده، كل القصه دي انا عندي قناعه، انا بدي دايما كل كورس بالتايتل مش بالكورس نفسه. يعني اذا جاي لي مدير عايز يدرس اداره اديله كل جوانب الاداره، بيقعد يدرس كل اللي انا قلته ده، ازاي يقيس البرفورمانس ميجر ولا كل اللي انا قلته، عشان يطلع في الاخر مدير ما كانش يعرف بقى مدير عارف. ففضل الله ان هو من اقوى الحاجات، الى جانب الخبره العمليه اللي احنا دايما بنتقل بيها كورساتنا. وبالمناسبه يا جماعه، انا واحد من الناس يعني مثلا تفكيرا في اللي احنا بنقوله للناس احنا بنطبقه في شغلنا بالمناسبه. يعني انا بقول لك دايما ايه؟ انا بقول لك فكر في العميل محتاج ايه، ما تفكرش في المنتج اللي في ايدك. انا واحد من الناس عامل حاجه معقده مش ناس كتير بتعملها في الدراسه. وانا عامل كورسات لايف ولا ريكوردد مثلا مسجله؟ انا علشان فاهم نوعيه الكاستمر عايز يدرس ايه كويس، عايز يوفر وقته وعاوز يدرس ويتعلم وبسرعه ومن غير ما يزهق، ويناقشني ويتكلم معايا ويقول لي افكاري، واقف جنبه في خطواته اللي جايه. اعملها له ازاي؟ انا بفكر في عميلي برضو، زي ما بنصحك في الفيديوز بتاعتي بعمل كده. اقوم عامل له الكورس مسجل يسمعه براحته اي وقت، بس يجي يتناقش معايا لايف في اللي فهمه ونطبق مع بعض، ويدخل معايا جروب كوميونتي كل شهر يقعد معايا نتناقش في حاجات عامه بيحتاجها وحاجات في البيزنس وازاي يفتح مشروع، فادعمه بخبرتي. يبقى انا اديته الكورس المسجل، حافظت له على حقه في الانتراكشن ان هو يسالني في اي وقت، دخلته في كوميونتي عشان اضمن الديفلوبمنت بلان بتاعه على المدى الطويل في حاجات تانية يحتاجها، وكانه يعني هو بيجي يدخل ياخد كورس قد كده يبص يلاقي نفسه دخل على دنيا قد كده مستمره وطويله. ده عملته ليه؟ عشان انا عايز الراجل يجي ياخد كورس معايا، اقولها لك بالمعنى الدارج، مجرم بزنس قولا واحدا، مجرم بزنس، مش بتاع حته بيع ولا حته تفاوض ولا حته مانجمنت ولا حته اتش ار، انا عايزه مجرم في البيزنس.
وده بيتطبق على كل الكورسات، سواء جاي يدرس سيلينج سكيلز مهارات البيع، او نيجوشيشن مهارات التفاوض، او جاي يدرس مانجمنت وليدرشيب مهارات الاداره والقياده. نفس الموضوع، بيدخل كده يلاقي نفسه مسجل، اتاخد منه على لايف يسال ونتكلم معاه، هوبا دخل على كوميونتي لقى نفسه بيتطور كده على المدى الطويل يعني. زميلنا ادهم بيقول لك صحيح انا حاليا في كورس الاداره وما شاء الله عليه ولسه في لايف. حبيبي يا ادهم تسلم، ربنا يخليك. ادهم حبيبنا وموجود واسئلته كتير كمان على فكره، فاكره كويس يعني. دكتور انا بقابل تحديات كبيره جدا، انا مندوب وحابب استقر بس الضغوطات تقيله جدا عليا زي اللي بيحفر جبل بابره. عشان هو جبل، صدقني والله انت عملته جبل، فلازم يبقى كده الوضع. ما تشيلش شيله كبيره الا ما تكسرها حتت صغيره عشان تعرف يعني انا مثلا لو قلت لك دلوقتي ايه، انا عاوز ابقى اشهر واحد في امريكا، انا شريف السواح عايز ابقى اشهر واحد في امريكا او في العالم. طبعا مش هقوم من بيتي، انا مش هقوم من على الكرسي ده، فاهم قصدي؟ مش هتحرك وانا مجنون. ابدا منين طيب؟ اروح فين؟ انا اروح هوليود عشان ابقى اشهر واحد في العالم؟ اعمل ايه؟ اتوه، بقيت جبل مش عارف اخد منه حاجه. لكن لما اقول عشان ابقى من اشهر الناس في العالم خلال ال10 سنين اللي جايين، فانا عايز اول سنه اتعرف في مصر، خلال 5 سنين اتعرف في الوطن العربي، خلال كذا اعمل كذا. طب ايه الاكشن يا عم شريف؟ هعمل دي واعمل دي واعمل دي واعمل دي. يبقى انت بتمشي بخطوات ثابته. كسر اهدافك لاهداف اصغر يا صاحبي، علشان ما تبصش تلاقي عامل زي اللي ماشي يقول لك انا تارجتي 10 مليون. لا مش 10 مليون، تارجتك 10 مليون متوزع على 5 برودكت، 5 منتجات، متوزع على 100 كاستمر، كل كاستمر ليه تارجت معين قد كده عايزين نجيبه. لو جبنا الصغير الكبير يجي. فتعلم تعمل تارجت بريك داون حتى في اهدافك الشخصيه عشان توصل. بلاش ناخد الحياه قفش كده، لان دي مش هتوصلنا اصلا لاي حاجه يعني. شو تنصح حد كل ما فكر يعمل مشروع خاص يحط نفسه 1000 عائق؟ يعقلها ويتوكل. انا عارفهم، بقعد معاهم كتير، بيبداوا كلامهم دايما بايه؟ انا عندي فكره مشروع حلو، واخر قعدته بس الكتاكيت هتموت والعميل مش هيدفع البضاعه، وساعتها هتحصل مشكله في الشركه في الكاش فلو، ونتصرف ساعتها بقرض، ففي اخر الفيلم هنتسجن. ايه يا عم ده؟ ايه يا عمنا ده؟ بس يا عمنا في حاجه في البيزنس اسمها بيزنس بلان. اول خطوه فيها اسمها سوات اناليسيز، فيها نقط القوه والضعف اللي هتبدا بيهم، وفيهم المخاطر اللي بتقابلك والمتوقعه في المستقبل، وفيهم الاوبورتيونيتيز والفرص اللي عايز تاخدهم. فانا عارف المشكله اللي انت بتحكي فيها على القهوه دي، انا عارفها وعارف انها جايه وعامل حسابها من قبل ما تيجي، وعارف الويكنس بوينت اللي عندي وحاططها على جنب وعارف هتعامل معاها امتى. انا قصدي اقول لك مشكله البرفكشنزم دي، او اللي هو الاوفر ثينكينج، فكر كتير كتير كتير، هنجيب كتاكيت، الكتاكيت هتكبر، هتطلع كتاكيت ثانيه، فنبقى ملايين، فتلاقي عينيهم لمعت، هم قاعدين على القهوه كده العيون كلها لمعت، وكل واحد عايز يطلع 100000 جنيه ويبدا مشروع الكتاكيت حالا. يطلع لهم صوت كده يقول لهم ايه؟ بس يا جماعه ممكن الكتاكيت تموت. يقول له تصدق عندك حق، بس كده هنحتاج دكتور بيطري. الله، ده كده كلفنا كام؟ ده ممكن ياخد شيء وشويات، ده غير الادويه، ده غير الاعلاف. الله، افرض سعر الاعلاف اتغير، افرض سعر مش عارف ايه. طب واذا قامت بقى جت كورونا تاني، طب ايه يا عم؟ الدنيا مش كده خالص خالص يعني. الدنيا ليها منطق ولوجيك بتمشي بيه، مش تهور. فانا انصحك تميل للوجيك وتحط ايدك على المزايا والعيوب اللي هو السوات اناليسيز قبل ما تتحرك، وتبقى مدرك في المستقبل المشاكل اللي ممكن تواجهك من قبل ما تتحرك، وبعد كده تبقى عندك مرونة عشان تتعامل مع الوضع الديناميك. السوق دايما محتاج مرونة، لأن السوق متغير ومتغير بشكل بشع. فلما يحصل ده أنا جاهز بالسيناريو ده، ولما يحصل ده أنا جاهز بالسيناريو ده، ولو العملة ما دفعتش وأخسرت هعمل السيناريو ده. يبقى أنا بقيت سابق الأحداث دايما، أو راجل يعني برو أكتيف يعني. هي طبيعة الشغلانة كده، المبيعات لازم تكون بتحب المجال وعندك إصرار تكون مدير مبيعات. والله تكون مدير مبيعات، تتنقل قسم الماركتنج، المهم يكون عندك أهداف أعلى. الأهداف الأعلى بتطلع أعلى إمكانيات من صاحبها. شو تنصح حد كل ما فكر يعمل مشروع؟ الله، أنت تاني؟ ما احنا قلنا ده. الله ينور عليك حبيبي، تسلم يا محمد. حضرتك إنسان حقيقي وبتساعد الناس تنجح من قلبك، وده أهم نجاح ممكن إنسان يوصل له. يعني أشكرك على كلامك الحلو وعلى ذوقك، بس عايز أقول لك ده
هو في حد ذاته متعه. القعده معاكم دلوقتي من غير تكلف، من غير بهرجه، من غير مونتاج، قاعد معاك على طبيعتي زي ما انا، انسان حقيقي اوثنتك، فاتح مجال وتشانل، بياخد ويدي معاك، بيسمعك وبيسمع اسئلتك وبيتكلم معاك. هي قمه المتعه قبل ما تكون ليك وانت قاعد تسمعني ومشكورا بتديني وقتك، فهي ليا انا شخصيا، انا حابب ده وبعمل ده بحب وبمتعه يعني. كيف تتجنب التشتت في سن العشرينات وكيف افرق ما بين الفرصه التي يجب ان انتهزها وانه ده هيبقى هروب وتنقل وعدم ثبات؟ فاهمني يا دكتور؟ فاهمك. هي بص، قاعده كده خدها في حياتك، طالما ما عندكش موتيف او حافز ما تتحركش. يعني اي حد بيجي يسيب فرصه من شركه ويجي يروح شركه ثانيه، بساله سؤال واحد بس، بيجي يقول لي ايه؟ انا قدامي شركه فيها اوفر كذا، انا قدامي شركه، اساله سؤال واحد بس، ثواني، هو انت ليه رحت تعمل انترفيو في الشركه دي اصلا؟ يقول لي لا عادي، وقعت قدامي كده واحد صاحبي قال لي عليها فرحت. غلط. هو انت شركتك القديمه محققه لك طموحاتك، الوضع المادي الكويس اللي انت كنت بتطمح له والخبره الكويسه والبوليس المحترمه والمعامله المحترمه؟ طب ارجوك طالما ما عندكش دافع بلاش تتنطط، لان التنطيط برضو عكس الاستابيليتي. خليك ستيبل شويه، خلي اللايف سايكل بتاعتك في اي شركه 4-5 سنين على الاقل. مش كل واحد هيرمي لك فلوس زياده تقعد تتنطط. انا بمسك سيفيهات ناس يا جماعه الاقيه عامل معجزه والله العظيم، الاقيه في 5 سنين راح 7 شركات. في 5 سنين 7 شركات. ده اول شركه اشتغلت فيها في حياتي كانت شركه اديوا 1/1/2008، سبتها 30/11/2013. يعني 6 سنين او 7 سنين، سنتين سيلز و5 سنين مدير. انا ضد فكره التنطيط يعني، لكن انت خليك ستيبل طالما ما عندكش دافع. الا بقى لو في دافع، يعني دافع ايه؟ ما تحسبش مرتب قدام مرتب او سالري قدام سالري، احسب الباكج قدام الباكج. برضه مش الباكج الماديه، احسب الباكج كلها، يعني الكمباني سايز، الخبره، البوليسي، الاستابيليتي بتاعت الشركه، الاستابيليتي الماديه، وضعها، البينفيتس اللي هتاخدها كلها كده في ميزان، وميزان تاني الناحيه الثانيه الشركه الثانيه. اذا لقيت ما يدعو للحركه بما لا يضر بالبيزنس في المكان اللي انت فيه، وتبقى كوميتد ومحترم ومخلص عقدك وتبلغهم بشكل محترم كمان، بلاش تعمل كده، نصيحه ليك. انما لو جات لك فرصه، يعني انا هقول لك على حاجه. انا مثلا في 2010 كنت مدير تيم، وحد جاي قال لي انا عندي فرصه. هو ما كانش عايز يقول، هو قاعد وشه قالب كده الوان ومش عاوز يتكلم ولا يحكي ولا بتاع، وانا خدت بالي منه يعني. فقعدت معاه على جنب قلت له مالك؟ كنا في يوم جاذرنج وسوشيال وهو مش مظبوط، فبقول له انت متغير النهارده، هو في ايه؟ ما بتضحكش بتاع. قال بس مكسوف اقول لك، انا حصل معايا كذا وكذا وكذا، فرصه في الخليج فيها 1 و2 و3. الفرصه دي تقريبا كانت 10 اكس اللي هو بياخده، يعني بنتكلم في 10 اضعاف اللي هو بياخده. انا مديره قلت له روح يا محمد، لسبب بسيط والله. انا مهما قلت له ولا كنت مقنع في العالم مش عارف اقول له غير كده، هي مصلحته فعلا ان هو يروح. شركه كويسه جدا، شركه بترول، مجال تاني وموضوع تاني، واي نوت؟ ايه المشكله؟ طالما بتبلغ وماشي بطريقه محترمه وبنعمل هاند اوفر ونستلم، روح. دي فرصه اسمها فرصه ما تتسابش، مش هتيجي كتير تاني. حد بيقول لي ما قريتش تعليق يا دكتور. انا والله ما خدت بالي من تعليقك يا استاذ هاني، لكن هحاول ارجع كده، كده. دكتور انا بقابل تحديات كبيره جدا، انا مندوب. انا لسه مجاوب سؤالك حالا يا هاني دلوقتي. مين قلبه جامد ويحب يطلع اللايف؟ مين قلبه جامد يحب يطلع يحكي معانا؟ حد يحب يشارك الناس تجاربه، خبرته؟ فرصتك وجات لك. مين جاي؟ زميلنا عبس، مساء الخير والله انت معلم. هل في تخفيضات على كورساتك مثل ما عملت في رمضان؟ شكرا مسبقا. اتمنى يكون في تخفيضات ان شاء الله قريب، يعني انا I'm not sure يعني.
معاك يا دكتور، لو تحب تطلع يا عبد الله اتفضل ابعت ريكوست. يلا يا عبد الله، لو حابب تدي الناس تجربه او خبره او حاجه، بما ان احنا قاعدين ندردش يعني شويه، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو انا مش شايف حضرتك شايفني؟ اه انا شايفك كويس، واعتقد الناس شايفانا كويس. الناس شايفانا كويس يا جماعه؟ طب انا مش شايفك. مش عارف من ايه، بس انا شايفني وشايفك. مش عارف ليه. انا هو صورة اللايف حضرتك مش دايما جايه كده لي ليه خالص. حسابات معقده شويه. صورة حضرتك مش جايه لي. لا انت ظاهر يا عبد الله، انا عندي التليفون التاني اهوت، انت وانا ظاهرين، بس ظاهرين بشكل مزعج، لازم نبعد قوي. طيب انا مش عارف اتكلم لما اشوف حضرتك، انا مش عارف اتكلم كده، انا عايز بحب اشوف لا انت موجود اهو. بس انا حضرتك مش شايفك، انا مش شايف حضرتك. احنا شايفينك. طيب حضرتك تحب انا احب اعرف نفسي اول. اتفضل. انا اسمي عبد الله محمود، طبعا زي ما ظاهر يعني. انا بشتغل ديستريكت مانجر في شركه من الشركات المحليه يعني في مصر. تشتغل صوتي فين؟ مسموع؟ في شركه مصريه يعني، شركه فارما مصريه، ديستريكت شركه مانجر. فارما. اه. تمام. فارما مصريه هنا اه. في مصر. انا عندي خبره بسيطه كده، بنتكلم في 3 سنين بس. انا مترقي ديستريكت مانجر بدري شويه، ما شاء الله ولكن ممتاز. كنت عايز اشارك الناس بحاجه مهمه جدا، وهي البيرسونال ديفلوبمنت. اتفضل. البيرسونال ديفلوبمنت هي من اهم الحاجات اللي ممكن الانسان ينفست فيها في نفسه. صح. ان هو ما يستخسرش في نفسه اي حاجه ممكن يتعلمها من اي حته، صح. من معاك. مديره بقى، من مكان اكسترنال، من يوتيوب، من توك توك، من حضرتك. يعني من اكتر الحاجات اللي فرقت معايا في التايتل هي البيرسونال ديفلوبمنت. انا اخدت دبلومه في المانجمنت، وانا خبره 1.5 سنة مندوب. يعني انا والله برافو عليك. كنت بتطلع، ربنا يخليك، كنت بتطلع الى التايتل ده بعد ما قعدت طبعا بعد ما عملت كل حاجه تخص الميديكال ريب. يعني انا على مستوى السكيلز، على مستوى الكي بي ايز، البرفورمانس توتال، يعني قفلت الملف ده خالص. والله يا عبد الله انا واحد من الناس، انا مؤمن باللي انت بتقوله، لاني انا عمري ما وقعت قدام سلايد، ولا مم. وقع قدامي تريننج زمان وانا ديستريكت مانجر حتى للتيم بتاعي، ولا وانا مم. سيلز ميديكال ريب. عمري ما وقعت قدامي حاجه ينفع اتعلمها الا ما قعدت عليها وقلت اتعلمها عشان لما اكبر احتاجها. طبعا طبعا طبعا. انا كده، انا شخصيتي كده، واتمنى الناس كلها تبقى كده. طبعا طبعا، ودي بس الحاجه اللي انا حابب انصحها للناس اللي معانا. اكيد في ناس معانا صغيره دلوقتي في اللايف. البيرسونال ديفلوبمنت هو من اكتر الحاجات اللي ممكن انت تعملها في حق نفسك، لان كل يوم بيعدي انت عليك ما عارف انا اتعلمتش دايما فيه انت حاجه، عارف انا خساره. دايما بقول ايه، انا دايما بقول ان اهم منتج بالنسبه لك هو نفسك، استثمر فيه. طبعا طبعا، اهم منتج في الحياه كلها نفسك. واهم انفستمنت انت بتستثمره هو نفسك، سواء كان في صحتك، سواء كان في سكيلز معينه تتعلمها، سواء كان في براكتسنج حاجه معينه. فبصراحه يعني هو الانفستمنت يعني السيلف انفستمنت ده واهم حاجه في الدنيا بصراحه. وسعره متوقف عليك انت برضه. يعني سعر منتجك ده اللي هو انت ده متوقف على مدى استثمارك فيه. اديته طبعا وقت قد طبعا ايه، اديته مجهود قد ايه، طورته قد ايه، وبالتالي ليه سعر قد ايه. على فكره في ناس الساعه بتاعتها ب 100 جنيه، في ناس الساعه بتاعتها بالاف الدولارات. طبعا طبعا طبعا. بني ادم بعينين وايدين زيك بالظبط، بس هو استثمر قد ايه وانت استثمرت قد ايه، هو ده الفكر. فاشكرك على آه تجربتك دي ونصيحتك دي للناس. طبعا طبعا، تسلم لي يا دكتور، والله ربنا يخليك. شرفت بيك جدا. وطبعا انا استفيد منك، تنصحني كده مثلا برضو، لو تنصحني، خلينا نقول 3 نصايح تنصحهم لي انا في بدايه كاريري انا كديستريكت مانجر. اول حاجه ما تبقاش بايظ وتعامل الناس لايك وديسلايك، حيد نفسك عن اي حاجه وخليك انسان آه
اخلق من شخصيتك طرف ثالث بيحكم على الامور، بلاش انت البني ادم اللي هو الضعيف الايموشنال اللي هو بيصعب عليه الناس او بيصعب عليه، ما تخلوش حكم في حياتك. خلي الضمير او خلي شخص ثالث بايزد مجرد من المشاعر والاحاسيس بيقول لك وبيكلمك وبيقول لك لا انت في الموقف ده جيت على الراجل، انت اللي ظالم، انت ما خدتش بالك من الحته دي، انت الايجو بتاعك اللي خدك في الحته دي، عشان ما تبقاش بايز. لاني انا بشوف من اول الحاجات اللي بتدمر المدير هو الانحياز والبايز والتحيزات. لو عايز نصيحه تانية، ما تمشيش جنب الناس، ما تمشيش جنب الناس ولا وراهم. خلي عندك رؤيه طويله وفهم التيم وعرفهم بيها وانشرها كويس قوي، وخلي كل الناس مؤمنه ان بنهايه السنه او بنهايه الفتره اللي انت عايز تحددها دي هنوصل لكذا، وتبقى عامل زي قائد مركب شايف المخاطر وشايف التهديدات وشايف اللي حتى التيم بتاعه مش شايفه، علشان هم يثقوا فيك. لان الناس طبعا مش طبعا. هتثق فيك وانت ماشي زيك زيهم بتشتكي شكوتهم وبتقول كلامهم و... و... وعينك مش قادره تجيب اكتر من الفيجن بتاعته. لازم فخلي في عندك لونج رؤيه، فيجن، لازم يبقى في خلي لونج عندك فيجن طبعا. هليكوبتر، خلي عندك هليكوبتر فيو، بتعرف ترصد الشكل العام والمستقبل والفيجن اكتر من انها ماشيه جنب الناس اللي هم زمايلنا السيلز يعني. دي تمام. تاني نصيحه مهمه جدا. النصيحه الثالثه، لما تحتار قوي قوي وتقفل معاك في حاجه حاسس ان فيها ظلم، ما تعملوش. اصدق العقل الباطني يعني. مش موضوع عقل باطني، احنا كلنا بطبيعه الحال بشر بنخضع لحكم ناس تانية علينا اللي هو مديرنا بقى اللي فوق يعني. فاحيانا ممكن نفسه تسمح له انه يظلم ظلم مبين، انا مش هشارك في ده برضه قولا واحدا. عايز تظلم اظلم بقى منك، بس انا رافض ده. ما تبقاش جزء من منظومه فيها ظلم. انا هقول لك على حاجه وعلى موقف الظلم والله العظيم فعلا الوقوف للظلم بينجي. انا مره طبعا. اتوعد مم. حد معين انه يمشي بطريقه معينه وكان في اجريمنت بينا على الوضع كامل ومشي، والجي ام هو اللي صاحب السيناريو والفكره كلها دي يعني. ففي التزامات علينا احنا نعملها له مقابل ان هو مشي، والتزامات وديه وكل حاجه تمام. اول ما مشي الكلام اتغير، اللي فوق بيقول لي لا القانون ما يسمحش بالكلام ده. هي طلعت مني كده وما اعرفش ازاي. قلت له باشا باشا باشا، لو ناوي تظلم انا مش ناوي اظلم، انا هدي الراجل ده الفلوس من جيبي والموضوع خلصان. الراجل مم. ده ما حدش بيعرف يتكلم معاه كلمتين على بعض بالمناسبه. يعني لو هتقول لي مدير طف ولا مش عارف ايه، ده بقى مش مدير طف، ما حدش بيعرف يتكلم معاه اصلا. قلت له يا باشا لو اوكي. ناوي تظلم، اصلا انا اللي واخد الوعد ده بودني منك، انت لو ناوي تظلم انا مش ناوي اظلم. انا التزامي عند الراجل ده لفلوسه هديها له من جيبي ولا ان اظلم. عارف عمل ايه؟ اه. تراجع. الكاميرا عندك قلبت بس يا عبد الله. طب هو انا مش عارف هو لا كده ظبطت كده تمام. ظبطت. تراجع بس انا اصلا تراجع مش وقال لي شايف تراجع نفسي، مش تراجع. شايف حضرتك، ما اعرفش ليه. مم. تراجع وقال لي يوم الاحد القصه دي تبقى خلصانه، وفعلا خلصها يوم الاحد والتزم بالتزامه الاولاني. انا ما كنتش اعرف اوكي. عقبه اللي انا بقوله ايه، بس اللي انا اعرفه ان عقبه الظلم وحشه، ما بحبش اكون جزء منه. طبعا طبعا. بس غير كده ربنا يوفقك ومعاك دايما. شكرا على النصائح دي يا دكتور، بجد والله ربنا يخليك، ودايما كده يا رب يعني، يعني نستفيد ونتعلم من حضرتك بجد والله. ربنا يبارك لك يا رب ويوفقك دايما للاحسن دايما يا عبد الله. يا رب. سعدت بيك شكرا يا دكتور. جدا جدا. شكرا، انا اكتر والله، شكرا جدا يا دكتور. مين جاي؟ مين جاي ولا نقول للناس صباح على خير؟ 5 4 3 2 1. مين جاي؟ 0. انا شاكر ليكم جدا يا جماعه وعلى وقتكم. اتمنى ان اكون قدرت افيدكم باي حاجه حتى لو كانت بسيطه، وكل التوفيق ليكم يا رب. واللي محتاج اي حاجه يكتبها في الكومنتات، واللي بيسمع اللايف لسه يكتب لنا في اللايف اكتر سبب هو شايفه في نجاح اي شخص او الحاجه المشتركه في كل الناس الناجحه، اكتبها لنا وخلي الناس تستفيد منك. واشوفكم قريب تاني على خير باذن الله. تصبحوا على خير.